12 ديسمبر 1999 فريق الرجاء الرياضي غادي يربح العصبة الثالثة في التاريخ ديالو في ظروف صعيبة بزاف وبظلم تحكيمي عمرنا ما شفنا بحاله. بحيث أنه في البداية ديال الماتش وبالضبط في الدقيقة 11 الحكم غادي يطرد عميد فريق الرجاء الرياضي عبد اللطيف جريندو. ما عرفتش كيفاش يمكن فريق يلعب. نعرفوا انه فريق الرجاء الرياضي عنده مجموعه ديال القيادات مجموعه ديال اللاعبين اللي كانوا غادروا الفريق خلال السنه الماضيه لاعبين اساسيين، وغادي يعطي ضربة جزاء خيالية للفريق التونسي. وفريق الرجاء غادي يجيب الكأس من تونس من ملعب المنزه ضد فريق الترجي التونسي في واحد الملحمة تاريخية اللي عمر شي رجاوي ولا شي مغربي ما غادي ينساها. إذا شكري الواعر وصفاء الشافي فريق الرجاء البيضاوي يفوز بكأس إفريقيا. هنيئا للرجاء بطل إفريقيا. يا سلام. من ذاك الوقت وسنوات دازت حلم النجمة الرابعة ما بغاش يتحقق. بالطبع كانت إنجازات. الرجاء فازت بكأس الكاف 2 مرات في 2018 و2021 كيف ما فازت بالسوبر كوب 2019 ضد فريق الترجي التونسي واللي كان إنجاز تاريخي بحيث أنه كانت هذه أول مرة السوبر كوب الإفريقي كيتلعب خارج القارة الإفريقية. وبالطبع ما غاديش نساو الإنجاز الكبير ديال النهائي والوصافة في كأس العالم للأندية 2013 اللي تنظم بالمغرب. ولكن بالرغم من هذه الإنجازات كاملة الجماهير الرجاوية عندها مطلب واحد، خصوصا ملي الغريم التقليدي فاز ب2 عصبات في ظرف 5 سنوات وعادل الرقم القياسي ديال الرجاء الرياضي ب3 ديال النجمات. وفي 2024 ملي رجع بودريقة كرئيس لفريق الرجاء الرياضي الجماهير الرجاوية بدات كتحس بشوية ديال الأمل من بعد ملي شافت العزيمة والإرادة ديال الرئيس والطموح ديالو باش يرجع الفرقة للمكانة ديالها الصحيحة. ولكن اللي غنتكلموا عليها واللي هي مهمة لينا حنايا هي الانضباط ثم الانضباط ثم الانضباط. طيب حنا كنا دايرين الخمسة بعدا، كاينين شي غيابات، كاين الروتار، هادشي حنا ما نسمحوش به مستقبلا وما غنبغيوش يكون. وديك المره نعطي غير مثال بعدا باش نتفاهموا. نهار كان العشاء عند الحاج الهواري وكنا دايرين العشاء وكان عندنا اللقاء، بزاف ديال الاشياء اللي دارت في داك العشاء اللي هي اولا نتوما كلاعبين يعني ما داكشي اللي كان ديك الممارسات اللي كانت ما خصهاش تكون. كتحملوا قميص نادي الرجاء الرياضي وانتم في واحد النادي كبير، نتمناو على ماشي نتمناو، خاصكم تكونوا في ذاك المستوى ديال النادي ديال الرجاء الرياضي. النتائج التقنيه اللي تحققت البطوله والترتيب ديالكم ما كيشرفناش لا حنا كنادي ولا نتوما. اذا كنتوا نتوما راضين على نفوسكم انكم تكونوا في ذاك المرتبه هذا شيء كيخصكم نتوما، ولكن حنا كنادي هذا الشيء حنا لا يشرفونا. وهذه مسؤوليه كاينه على عاتقي الان انا كرئيس النادي، والجمهور والنادي والمكونات كتبغي تشوف نادي الرجاء الرياضي الا الفوق. وبالفعل كانت انجازات بحيث انهم جابوا مدرب كبير اللي فاز معهم بثنائيه تاريخيه اللي هي كأس العرش وبطوله ذهبيه ب0 خساره، واللي كانت اول مره غادي توقع في تاريخ البطوله المغربيه. من بعد هذا الشيء
الجماهير الرجاويه ولا عندها طموح كبير، ولات كتشوف النجمه الرابعه قريبه بزاف. ولكن الصدمه، الرئيس بوطريقه توقف، والمدرب زيمباور مشى في حاله، والفرقه ما بقاتش مستقره. وجات الكارثه، الاقصاء المبكر من دور المجموعات في عصبه الابطال 2025. والجماهير الرجاويه ما بقاتش قادره تصبر، ولات باغا تفسير لهذا الشيء اللي كيوقع للفريق ديالها. هادشي اللي طاري للرجاء تحصيل حاصل، كل واحد خاصو يتحمل مسؤوليته، ياخذ لا ريسبونسابيلتي ديالو. بزاف ديال الناس كما كنقولوا ما عارفين شنو واقع. المهم باش ما نكذبش عليكم، كلشي خاصو يتحمل مسؤوليته، حيت ماشي اللعابه بوحدهم اللي يتحملوا المسؤوليه ديال هادشي. تحصيل حاصل كما قلت في الاول. ولذلك قرر رئيس الرجاء عادل هالة انه يخرج في خرجه اعلاميه ويشرح كل شيء. نخليكم تسمعوا. عادل كلشي كيسول شنو هو الاسباب اللي وصلت ليه الرجاء لهاد الان، بهاد اللاعبين، بهاد نوعيه اللاعبين، بهاد النتائج اللي كاينه دابا. اشنو هو؟ باسكو يمكن كلشي كيقول لك ان فشلتي في التدبير الشق الرياضي. هو الاسباب هي شوف، لو دياغنوستيك التشخيص هو مركب، لكن من الناحيه الجماهيريه ملي كنشوفوا كنبغيو نديروا التشخيص، كنشخصوا النتيجه ديال المقابله ديال نهايه الاسبوع. الاسباب اللي خلات مثلا انه تنعكس على النتائج الرياضيه ديال النادي كيف ما قلت اسباب مركبه وعديده مختلفه، لانه خصنا ضروري نرجعوا لمرحله الاستعداد لهذا الموسم الرياضي الجاري. اشنو حصل واشنو كان واشنو دار، وهذه هي النتيجه اللي وصلنا لها الان. للاسف هو انه الاستعدادات ماشي غير الرياضيه، وانما الاستعدادات كامله كانت في واحد الظروف اللي هي شاده واستثنائيه. ملي كنقصد شاده واستثنائيه، انه حنا كمؤسسه وكنادي الموسم الماضي سالينا بازدواجيه تاريخيه اللي بطريقه عاديه سقف الطموحات ديالنا حنا كمسيرين او كجماهير ما كنتوقعوش انه غادي نديروا نتائج الا غادي تكون في نفس المستوى الموسم الماضي او احسن. لا هادشي التمنيات مزيان، نمشيو حنا في لو كونكري. عطينا لو كونكري اللي حصل هو انه الظروف الاستثنائيه اللي خدمنا فيها خلات لا مارج ديغور كبيره في الجانب التقني. علاش؟ لانه في ظرف زمني وجيز كانوا عندنا بزاف ديال الاوراش وبزاف ديال الاكراهات. بعد توقيف الرئيس السابق في لو 16 جويي بصفتي كنائب رئيس في هذيك المده اشتغلنا في اطار المؤقت، يعني ما كانش عندنا واحد الرؤيه واضحه ديال المآل، واش غيرجع ولا ما واش غادي يرجع، واش حنا غادي نكملوا، واش غادي تبقى نائب رئيس، واش خصك تشد رئاسه. الظرفيه حتمات علينا نظرا للاوراش والملفات اللي كانت مطروحه على النادي انه كان خصنا ضروري نشتغلوا عليها. اشنا هي الاوراش هذه اللي كانت؟ الواش الاول والاساسي والمهم كان هو الديون ديال اللاعبين اللي فازوا بالازدواجيه. انتهى الموسم واللاعبين كيتسالوا تقريبا ما يعادل واحد 50% حتى 60% من المستحقات الماليه ديالهم ديال الموسم ديال 2023 2024. يعني دينا بطوله كريدي. صحيح. ديبيتور والكاس شحال كان هذا المونطو تقريبا؟ هذا باش انه انا جايك. دونك حنا في هذه الظروف هذه كان عندنا لاعبين اللي في عطله ومدرب وطاقم تقني في عطله، وعندنا انطلاق الاستعدادات يوم 22 جويلية اعتقد. يعني بمجرد العوده ديال اللاعبين كان واحد الوقع اللي هو سلبي على المؤسسه والمنظومه بكاملها في غياب الرئيس اللي تم التوقيف ديالو. كاين هناك شك، كاين هناك تخوف، كاين هناك مجموعه من الاسئله اللي كتطرح من ضمن الجميع. احنا اول واش اشتغلنا عليه هو كان خصنا نحافظوا على ركائز الفريق باش يدخلوا الاستعدادات، والواجب علينا انه ناديو المستحقات الماليه ديالو اللي حنا توفقنا فيها. ماشي توفقتوا فيها باسكو مشاو اللعابه. انا شكون اللي مشى مقدام، مشى مكعازي، مشى خاصنا نعرفوا الظروف فاش مشاو. مشى موهوب، مشى من ايادي دي بريتي. انا نقول لك علاش مشاو. مقدام مشى لانه وضع اون ميزون دومور ديال 3 مليون دو درهم اللي كيتسال من الموسم السابق ديال البدراوي. صحيح. وكون ما تخلصش كان غادي يمشي بلا توتاليتي دو كونطرا اللي هي 6 مليون دو درهم، 600 مليون. ففي هذيك الظروف
استطعنا انه نلقاو ليه عرض في العربيه السعوديه لانه حنا بعناه ب 600 مليون وخاد منه هو 300 المستحقات القديمه ديالو، والنادي توصل ب 300 مليون. بالنسبه للمكعازي مكعازي كان في نهايه العقد، لانه في طول الموسم السابق اللي كان ديال 2023 2024 كانت محاولات ديال تجديد العقد ديالو، الا ان اللاعب كان يتريث. واخا حنا من بين الاشياء اللي ما خدماتش في صالحنا هما هاد الاكراهات، مثلا انه حنا مباشره بعد نهايه كاس العرش الطاقم التقني ديال زيمبابوي قدم الاستقاله كلشي ديالو، مشى. قدموا الاستقاله ديالهم ومشاو. بقى زيمبابوي بوحدو اللي مرتبط بالنادي بعقد، اخذ العطله ديالو وكان خصو يرجع للمغرب باش يدخل في المعسكر التدريبي مع اللاعبين يوم 21 جويلية خصو يكون في المغرب. في اثناء هذيك المده اللي هو سافر كان السي محمد معاه على اتصال في اطار انه واش غادي يرجع ولا ما غاديش يرجع. من بعد التوقيف ديال الرئيس السابق دخلت في اتصالات مباشره مع المدرب اللي ما عطاناش الرؤيه الصحيحه. كدوي معاه كيقول لك انا جو سوي اون هو فاكونس، رجل هنا ورجل هنا، انا جو سوي اون فاكونس. كنقول لها كنسمعوك كتفاوض، كيقول لك لا انا جو سوي اون فاكونس، جو سوي سو كونترا افيك فو، وانا أنا جاي. العوده ديالي للمغرب راه محدده في التاريخ. تمبوريزي باش توضح لي صحيح. الرؤيه. حنا في هاد المرحله هذه حنا مرتبطين بعقد مع مدرب اللي خصو يرجع. اكيد كنا كنحاولوا نلقاو لو بلان بي لو بلان سي، خصو يكون موجود. فرجعنا لواحد البايب لاين اللي كنا كنخدموا عليها مع الرئيس السابق اللي كانوا فيها مجموعه من المدربين. الاكراهات ديال حنا دابا لانه في هذيك المرحله انا كان عندي التصور الصحيح من الناحيه الماليه ديال اشنو النادي يقدر يلتزم به، لانه مع المدرب ماشي غير مع المدرب، مع المدرب ومع اي لاعب ومع اي واحد غادي دونك نتعاقدوا عارف معاه. الباريم ديالك. صحيح. الاشكاليه اللي كانت عندنا هو انه المدربين او الاطقم اللي كنا كنتواصلوا معاهم الاكراهات الماليه والوضعيه الحاليه ديال النادي ما كانش كتسمح لنا انه ندخلوا في تعاقدات بمبالغ ماليه او لا عقود طويله الامد اللي فيها واحد الخطر كبير انه في حاله الفسخ كنوليو في يعني في واحد القيمه جزائيه كبيره اللي هذه كترجع من الاسباب اللي خلقات سي با ريسك، سي با ريسك هاد القضيه هادي. ولكن لو ريسك راه كاين لو ريسك سبورتيف ولو ريسك لا فينانسي. زعما دي مومون كو الا فهمنا من هضرتك هو انه ما كانوش الفلوس بزاف بوغ اون مارج دو شوا كبيره، ما كانوش فلوس نهائيا. ما كانوش فلوس نهائيا.